ايه رأيكم بقى في صينية البطاطا بالبشاميل الجامدة؟ اخر حاجة دي حلوة قوي، بتدفي طبعا في الشتاء، وبما ان البطاطا كتير يلا سوا نشوف احنا هنعملها ازاي. استنوني، نقطع منها كده حتة ونشوف اخبارها ايه. شايفين الجمال؟ طبعا هي لسه سخنة، فمش مستحيل هتطلع حتة على بعضها دلوقتي معايا، لازم اسيبها تبرد علشان تطلع الخلطة على بعضها. تابعوني، ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. بحبكم كلكم. هنبتدي بقى على طول نشوف احنا مع بعض هنعمل ايه. انا عندي هنا كيلو بطاطا، انا سلقته زي ما انتم شايفين كده، وعندي هنا معلقتين كبار دقيق عشان البشاميل، وعندي هنا نص كوبايه من ميه السلق بتاع البطاطا عشان احطها للبشاميل عشان تعزز طعم البطاطا. وعندي هنا لبن، انا حطيت فيه شويه قرفه ناعمه، وحطيت فيه شويه فانيليا وشويه سكر حليته يعني عشان البشاميل برضه. ههرس انا بقى دلوقتي البطاطا دي كويس. خلاص انا هرست البطاطا كده كويس. هروح دلوقتي بقى ايه عشان نعمل البشاميل سوا. انا دلوقتي عشان البشاميل عندي معلقتين اهم سمنه كبار زي ما انتم شايفين. اول ما هتسخن هنزل فيها بال المعلقتين الدقيق اللي معايا اهو. خلاص هي كده سخنت معايا، هنزل بقى بمعلقتين الدقيق وهبتدي اقلب كده. هقلب لحد ما الاقي الدقيق بدأ ياخد لون معايا. خلاص الدقيق دلوقتي بدأ ياخد لون معايا اهو. هنزل انا بقى دلوقتي انا حطيت ميه البطاطا على اللبن اللي انا حطيت له شويه قرفه وحطيت له فانيليا وحطيت له سكر. هبتدي بقى انزل عليهم كده واقلب برضه. عندي تكايه حلوه قوي لازم اقولها لكم في موضوع البشاميل. خطوه حلوه قوي بتعملوها. انا جبت هنا معلقه نشا ودوبتها في شويه ميه صغيرين من سلق البطاطا. النشا هتخلي قوام البشاميل متماسك قوي معايا وحلو. هبتدي بقى اضيفها كده وانا بقلب برضو عشان انا عايزه قوام البشاميل بتاعي يبقى تقيل ومتماسك. خلاص عندي قوام البشاميل بدأ يتقل اهو. خلاص انا مش عايزه اكتر من كده. هو دلوقتي الدقيق استوى معايا والقوام تقل اهو، وطبيعي انا لما هطفي عليه هيتماسك اكتر واكتر كمان. فانا هطفي عليه دلوقتي ونشوف بعد كده هنعمل ايه. دلوقتي انا عندي هنا بيضتين بلدي، حطيت عليهم ذرتين قرفه كده وشويه فانيليا. هربهم دلوقتي على بعض علشان هضيفهم للبشاميل بتاعي. انا عندي البشاميل بتاعي اهو، سبته لما هدى اهو، وطبعا تقل زي ما انتم شايفين، تقل معايا اهو. هبتدي بقى اضيف عليه انا البيضتين اللي انا ضربتهم كويس بفانيليا، وضربتهم كمان بشويه قرفه كده صغيرين. هبتدي بقى امزجهم كده كويس قوي مع بعض. خلاص انا دلوقتي قسمت البشاميل اهو. الجزء ده انا هحطه على الوش، والجزء ده دلوقتي انا هقلب فيه البطاطا. هنضيفه دلوقتي مع بعض ونقلب فيه البطاطا كويس. خلاص يا جماعه انا دلوقتي قلبت البطاطا في جزء من البشاميل اهو، وهحطها بقى دلوقتي في الصينيه، وهحط عليها بقيه البشاميل. طبعا الصينيه انا حطيت فيها جزء من البشاميل علشان ما تتحرقش معايا. هنا بقى الصينيه انا حطيت فيها جزء من البشاميل اهو، وهبتدي بقى انزل خليط البطاطا دلوقتي فيها. خلاص دلوقتي يا جماعه انا حطيتها في الصينيه اهو زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى احط عليها
البشاميل على الوش. وطبعا الفرن انا مشغلاه يا جماعه زي ما اتفقنا، دايما قبل ما هنعمل اي حاجه في الفرن لازم نشغله قبلها بفتره علشان يسخن ويبقى حامي. ما ينفعش ادخل اي حاجه الفرن وهو بارد. خلاص ده الشكل النهائي بقى. دلوقتي هدخلها الفرن، وبعد كده ونسيبها بقى لما تستوي على نار هاديه لحد ما نحط السكينه فيها نلاقي البشاميل بتاعنا مش بيترك اي اثر في السكينه، يبقى هي كده تمام ومية مية. نطفي عليها. يلا بقى.